مرحبا. بعض الكلمات التي نتكلم بها باللهجة الليبية مثلا ومقابلها بالعربي، مثلا نقول شنو يعني ماذا، علاش تعني لماذا، وين تعني أين، قداش تعني كم، توه تعني الآن، هلبة. طبعا هلبة تستخدم كثيرا وتعني كثير جدا، شوية قليل، باهي جيد، مش مشكلة، عادي يعني، صح يعني صحيح. أفعال مهمة مثلا نقول نبي يعني أريد، ما نبيش يعني لا أريد، نمشي يعني أذهب، نجي يعني آتي، نقعد اجلس أو أبقى، نشوف أرى، نعرف أعرف، ما نعرفش يعني لا أعرف. تعبيرات خصوصا في مدينة سرت يقولون راهو يعني انتبه، خلاص انتهى، توا حالا حالا، على مهلك، بهدوء، يا أخوي يا أخي يا راجل، للتأكيد. يعني لو قلنا هناك تراكيب أيضا في اللهجة الليبية، نقول شنو صاير يعني ماذا يحدث معك، شنو الأخبار يعني كيف الحال، ما فيش مشكلة يعني لا توجد مشكلة، الأمور تمام، والله ما نعرف، خلينا نمشوا، راهو الموضوع بسيط، راهو الموضوع بسيط. مثلا لو جبت لكم حوار مثلا نقول السلام عليكم يا أخوي، يقول وعليكم السلام، شنو الأخبار، الحمد لله الأمور تمام، وانت شنك، وانت شنك يعني وانت كيف أخبارك، يقول له باهي الحمد لله ماشي. لو سمحت يا أخوي وين السوق، السوق امشي دغري وبعدين لف على اليسار، بعيد لا قريب شوية، باهي يعطيك الصحة الله يسلمك. ونقول أيضا شنو صاير اليوم، والله ما فيش شيء، قاعدين في الدار، علاش ما تطلعوش، الجو تعبان شوية، خلاص إن شاء الله. متأكد من هالكلام، متأكد من الكلام هذا؟ اي نعم راهو أكيد، باهي خلاص.